الرسول والصحابه قاعدين بقى كده ايه، هدوا شويه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلال ان هو يأذن. لو قلنا مثلا الساعه 11 12 بالليل مثلا ولا 1 بالليل، اذن ايه؟ في اذن دلوقتي، بس هو عشان يعلمنا ازاي نقضي الصلاه اللي فاتت مننا. فاذن بلال ثم اقام الصلاه فصلى الظهر. الساعه كام؟ واقول 12 1 بالليل صلى الظهر. النيه هنا بقى انا هصلي اللي فاتني 1 2 3 قبل الفجر، ما لازم اصلي ما اللي عليا. المهم فاذن بلال واقام الصلاه وصلى النبي الظهر، ثم اقام الصلاه فصلى العصر، ثم اقام الصلاه فصلى المغرب، ثم اقام الصلاه فصلى العشاء. صلى الصلوات اللي فاتت منه بايه؟ بالترتيب في نفس اليوم. وده امر خطير، يعني ان هو كانوا مشغولين في حرب، مش مشغولين بقى بالعاب ولا قاعدين على القهوه ولا قاعدين في الكافيه ولا. لا، عشان كده بيقول يا جماعه الضروره الملحه هي اللي تاخرنا عن الصلاه.